في ليلة هادية وسماء صافية وناس بتجهز نفسها للنوم بعد يوم عادي جدا، ولكن الليلة دي كانت آخر ليلة طبيعية هيعيشوها سكان قرية أشلي قبل ما تختفي تماما من على الخريطة. تخيل كده تصحى الصبح وتكتشف إن مدينة كاملة بشوارعها وبيوتها وسكانها مش موجودة، ولا أثر ولا أنقاض ولا حتى طريق بيوصل ليها، كأنها لم تكن أبدا. لكن هل فعلا المدينة دي اختفت ولا في حاجة أكبر بكتير حصلت هناك؟ النهاردة في عبر التاريخ هنفتح باب الزمن وندخل مع بعض أعماق واحد من أغرب ألغاز القرن العشرين. في يوم 16 أغسطس سنة 1952 تم تسجيل زلزال بقوة 7.9 على مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال ده كان في بلدة اسمها أشلي بولاية كنساس علشان يمسحها تماما من على الخريطة. ولما وصلت قوات الطوارئ والإنقاذ لقرية أشلي لقوا حفرة كبيرة جدا في الأرض بيخرج منها اللهم، كان طولها كيلومتر وعرضها 500 كيلومتر وعمقها لا نهائي. طيب سكان المدينة دول راحوا فين؟ يعني حوالي 700 فرد، معقول الأرض اتشقت وبلعتهم فجأة بدون سابق إنذار؟ وكمان ده مش بس كده، متوقفش على الزلزال ده بعد 12 يوم من الزلزال الأول اللي حصل رصدوا زلزال تاني في نفس المكان، ولما وصلوا لقوا الحفرة اتقفلت. طب غريبة، اتقفلت ازاي؟ تعالوا كده نرجع مع بعض 8 أيام قبل اختفاء القرية ونشوف الأحداث الغريبة اللي حصلت في الوقت ده. في يوم 8 أغسطس الساعة 5:13 مساء، أحد سكان قرية أشلي أرسل تقرير لمكتب المدينة بيقول فيه إنه شاف حاجة غريبة جدا في السماء وكأنها فتحة سودة صغيرة. وبعد 15 دقيقة من مكالمته بدأت المكالمات تزيد لأشخاص من سكان القرية بيقول إن هم شافوا نفس الظاهرة دي وفي نفس الوقت. وفي الوقت ده مركز المدينة قرر يبعت ضباط الشرطة علشان يشوفوا إيه الموضوع. وفي الساعة 7:53 من صباح 9 أغسطس الضابط ألان ميس اللي تم إرساله عمل اتصال لاسلكي للقاعدة وقال لهم إن رغم اتباعه الخطوات الصحيحة اللي هتوصله للقرية إلا إن هو مش لاقي الطريق. وكمل وقال إنه استمر فترة في المسار الطبيعي اللي بيوصله للقرية، لكن كان بينتهي بالمطاف لمدينة هايز، ودي قرية قريبة من قرية أشلي. وفي الساعة 9:15 مساء تم إرسال سيارات شرطة علشان تحقق وتتأكد من الموضوع ده، لكن بدون نتيجة، ومش قادرين يوصلوا للقرية. وطريق الوصول لقرية أشلي بقى طريق للعودة لقرية هايز، وكأنهم بيلفوا في نفس دايرة مغلقة. وطريق أشلي اختفى من الوجود تماما نظرا لأن القرية ملهاش غير مدخل واحد ومخرج واحد. والغريب بقى إن المكالمات استمرت في مركز الشرطة من سكان قرية أشلي، وكانوا في حالة من الذعر والخوف بسبب إن الفتحة اللي في السماء بدأت تكبر. وفي الساعة 8:17 بيوصل اتصال لمركز الشرطة من سيدة بتدعى أيلين بتقول فيه إن جيرانها وأطفالهم اختفوا بعد ما قرروا يسيبوا المدينة بسبب خوفهم من اللي بيحصل. ولما عرفوا ضباط الشرطة اتحركوا على مخرج المدينة علشان يرصدوا أي سيارات أو أشخاص على الطريق، ولكن بدون أي جدوى. واستمرت الأحداث الغريبة لقرية أشلي. في صباح 10 أغسطس سنة 1952 وصلت مكالمة لمركز الشرطة هايز من سكان مدينة أشلي بتقول إن المدينة بقت في ظلام دامس وإن الشمس ما طلعتش، فتم إرسال طيارة هليكوبتر فوق المكان الموجود فيه قرية أشلي، لكنهم ما قدروش يشوفوا أي حاجة ولا أي بيت ولا أي مكان في القرية. وده خلى طاقم الطائرة يرتبك ويخاف، يعني معقول قرية كاملة اختفت؟ وجي يوم 12 أغسطس وصل لمركز الشرطة 421 بلاغ بيبلغوا فيه عن اختفاء 217 طفل من القرية. ونظرا لأن الشرطة مش قادرة توصل للقرية فنصحت السكان بأنهم يفضلوا في بيوتهم وما يدوروش على الأطفال اللي اختفت.
وفي يوم 13 أغسطس وصلت مكالمة لمركز الشرطة من رجل مسن بيبلغ عن وجود حريق جاي من بعيد في جنوب القرية، وقال إن النار شديدة جدا وتحولت للون الأحمر. وبعدها وصلت مكالمة تانية من سيدة بتدعى إبريل، وكانت بتتكلم وهي مرعوبة وخايفة وبتقول إن كل الأموات رجعوا، وكمان من ضمنهم ابنها اللي مات السنة اللي فاتت في حادثة. وفضلت التقارير مستمرة حتى 9 من يوم 14 أغسطس، وكان آخر مكالمة من شخص اسمه بنيامين قال فيه إن النار وصلت للسماء وإن الضلمة غطت على المدينة، لحد ما جات المفاجأة إن في صباح تاني يوم من مكالمة بنيامين كانت الساعة 6:55 أخيراً اتمكنت الشرطة من الوصول للقرية، وكانت حفرة اللهب الموجودة في الأرض هي الحاجة الوحيدة الموجودة فيها. فيا ترى إيه اللي حصل لمدينة أشلي؟ زلزال قوي فعلاً هو اللي ابتلعها، ولا في حاجة أبعد من قدرتنا على الفهم؟ وإزاي طريق كامل يختفي وناس بتبلغ عن سماع أصوات موتى قبل ساعات من اختفائهم؟ الحقيقة إن مفيش أي سجلات رسمية عن مدينة أشلي في أرشيف كنساس، لكن قصتها ما زالت بتتكرر، وما زالت الأسئلة حوالين اختفائها بتزيد يوم عن يوم. فهل هي فعلا كانت مجرد قصة مخيفة، ولا فعلا كانت في مدينة واختفت، ولا الموضوع ليه علاقة بظواهر طبيعية خارقة ما يقدرش عقلنا يستوعبها أو يفسرها؟ ولكن السؤال الأهم والحقيقي، هل التاريخ بيسيب لنا الحقيقة ولا بيدفنها تحت طبقات من الغموض؟ كنت معاكم منار حسن، أشوفكم في الحلقة الجاية وفي رحلة جديدة من عبر